وقفنا الحلقة اللي فاتت يا عزيزي لما هوكي اتعين في مدرسة الشياطين بالصلاة على النبي. ايه المشكلة ان هو اصلا كان في مدرسة البشر بيدوله على قفاه، ما بالك بقى لما يروح لمدرسة للشياطين والوحوش السحرية. فركز بقى معايا يا ولي عشان هنخش على مغامرات وحاجات جامدة جمودة، ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وبيبدأ الانمي لما بنشوف مستر ميكي بيقول خلصت وضع اسئلة الامتحان بتاع المادة بتاعتي، اشكروني بقى يا ولاد انا عاوزكم تشكروني. ومستر جويا بيقول له اشكرك ايه، ده انا هديك بالجزمة، ده كل المدرسين خلصوا الاسئلة بتاعتهم الاسبوع اللي فات يا ولي. اهم حاجة لازم دلوقتي نحط الاسئلة ديت في الخزانة السحرية. وبنشوف البنت اللي اسمها زيشكي والولا هيجيتا بيتمشوا في المدرسة وبيفتكروا لما مستر ميكي خد الالعاب بتاعتهم عشان يذاكروا، وبيقولوا اكيد هيرجعها لنا النهارده، لا يمكن يحرمنا منها كده كتير. ولكنهم بيسمعوا مدرسين بيقولوا يابا ان لازم نحطها في الخزانه، ولما بيبصوا بيلاقي مدرسين ماسكين البلاي ستيشن اللي اخدوه منهم الصبح وبيقولوا لازم يتحط في الخزانه لان بعض الطلبه المتهورين ممكن يحاولوا يسرقوه لو سبناه في اوضه المدرسين من غير حراسه. لازم نحافظ عليهم حتى موعد الاختبار الاسبوع الجاي بالصلاة على النبي. وزيشكي بتقول هيحرمونا من الالعاب طول المده دي، وربنا ده ظلم، وربنا ده ظلم كمان مره. وساعتها مستر ميكي بيقول الخزانه اي طالب هيحاول يسرق حتى لو استخدم السحر هو عارف هيحصل له ايه كويس. وبنشوف مايزو وولا سانو قاعدين يذاكروا يابا عشان الامتحان الاسبوع الجاي، وبيخش عليهم الواد هيجيتا وبيقول حان وقت القتال يا رجال، عليا النعمه لن تربقها فوق دماغهم ودماغ اللي خلفوهم، هات السلاح وتعالى يا ولي. فبيقولوا له في ايه يا عم الحاج ما تهدى شويه لا يجيلك السكر وانت لسه صغير ومحتاجينك. فبيقول لهم المدرسين هياخدوا كل العابنا وكل موبايلاتنا لمده اسبوع كامل، وكل دوت عشان الامتحانات ربنا يبتليها بنسيب. وسانو بيقول ده قاسي جدا بس بصراحه ربنا انا ما عنديش العاب اصلا، والتليفون اللي معايا تليفون بزراير فمحدش هياخده مني اساسا. وبيخش التوأم كزبره وحنجره يابا وبيقولوا اللي سمعناه ده صح ولا ايه ولا هيجيتا، احنا مستر جويا خد التليفونات بتاعتنا. فبيقول لهم دي كارثه يا رجاله، دي كارثه يا اخوانا، ده كده هياخد التليفونات منكم اسبوع كامل. وهيجيتا بيقول كده لازم نتسلل احنا الاربعه ونوحد قوتنا ونحرر العابنا من ايد المدرسين المفتريين اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انطلقوا يا رجاله، عليا النعمه لن تربقها على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم. وسانو بيقول لمايزو مالكش انت دعوه يا ولي بالعيال العبيطه ديت، ذاكر انت كويس عشان الامتحان يابا. وبالفعل يابا بيجي الليل والعيال بيتسللوا للمدرسه، وهيجيتا بيستخدم سحر الرمل وبيفتح باب المدرسه بالصلاة على النبي. والولا كزبره بيقول المدرسه شكلها يخوف بالليل يا جماعه، وبعدين ما فيهاش صريخ ابن يومين وفاضيه خالص، انا خايف يا اخوانا. وهيجيتا بيقول له ما تنشف يا ولي، ما تنشف ولا احنا شياطين ووحوش سحريه يا ولي. ولكنه بيلاقي شبح في وشه يابا وبيكون هيعملها على روحه، وبيطلع ان ده مستر هوكي او روكي، هو في الانمي بيندهوله بالاسمين بالصلاة على النبي. والعيال بتقول له في ايه يا مستر انت كنت هتقطع خلاف؟ فبيقول لهم انا افتكرتكم حراميه ولا انت وهو، وبيعرفوه ان هم جايين ياخدوا حاجه من الخزانه السحريه. فبيقول لهم طب تعالوا ورايا اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. وبالفعل يابا بيروحوا، والعيال بتقول مستر روكي طيب جدا، الحمد لله ان مش مدرس تاني اللي ماسك الحراسه النهارده. وبيقرروا يهجموا عليه يابا ويكتفوه وياخدوا كل الالعاب اللي هم عايزينها ويمشوا. ولكن بالله مره واحده في قفص نزل فوق دماغهم بالصلاة على النبي، والعيال حرفيا بتكون مش قادره تقف وقوتهم ضعفت جدا، وده بسبب التعويذه اللي متعلقه على القفص يابا واللي بتقيد قوه الشياطين والوحوش السحريه. وبيكتشفوا ان كل دوت كان خطه علشان مستر روكي يستدرجهم ويتمسكوا. وبيقولوا ثانيه واحده مستر روكي اهبل اساسا ولا يمكن يفكر في خطه زي دي. وبنشوف يابا مستر ميكي ومستر جويا بيجوا بالصلاة على النبي، وبيكون كل دوت خطتهم يابا. وساعتها كزبره وحنجره بيستخدموا سحر الرياح بالصلاة على النبي وبيطيروا كل التعويذ اللي على القفص. لا ومش بس كده، دول بيطيروا القفص نفسه. وبنعرف يابا ان هم قدروا يتحركوا لانهم مش من فصيله الشياطين بالصلاة على النبي، لا يابا دول من فصيله الوحوش السحريه. وساعتها العيال بتقول فلق يا ولي، فلق يا ولي انت وهو يا ولي، وكل العيال بتجري وتفلق يابا. والمدرسين بيقولوا خدها يا ولي هنا يا ولي، خدها يا ولي هجيبك يا ولي، هجيبك اروح امك انت وهو. ومستر روكي يابا بيقول لهم ما تخافوش
عشان عملت حواجز مش هيعرفوا يعدوا منها. وبيقولوا له الله ينور عليك يا روكي، انت فعلا المدرس الجامد جموده، انت المدرس المثالي. لكن السور يابا بيتهد والعيال كلها بتجري وبتهرب، والمدرسين بيقولوا سفخس عليك ولا مفيش اخيب منك ولا اعبط منك في الدنيا كلها. وساعتها مستر جويا بيشرب مستر ميكي عصير التفاح يابا علشان يفعل قدرات ميكي، وبيقول له انا عاوزك تفشخ العيال ديت ولا ميكي. وبنشوف العيال دخلوا اوضه وبيقولوا الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب استخبينا، محدش هيعرف يجيبنا، احنا مش عارفين المدرسين بيعملوا كده ليه، كل دوت عشان الالعاب بتاعتنا. وبيلاقوا مره واحده يابا بوكس بيخرم الحيطه بالسلاته على النبي، والعيال بتقول يا ساتر يا رب هو في ايه، ولكن بنلاقي الحيطه بتتكسر كلها فوق دماغهم يابا، وبيطلع ان دوت مستر ميكي وشكله عامل دماغ من عصير التفاح وهيخربها. وكزبره وحنجره بيقرروا يستخدموا قدره البرق يابا ويفشخوه. ولكن المشكله ان الهجمه مش بتيجي في مستر ميكي، الهجمه بتيجي في مستر روكي الغلبان يابا. انا مش عارف حظك منيل كده ليه يا عم روكي. ومستر جويا بيقول له يا لهوي انت بتولع يا ولا يا روكي، وبيقول حد يلحقني يا ناس، الله يخرب بيتك وبيتي وبيت اليوم اللي اشتغلت فيه معاكم، انا بموت يا اولاد الصرمه، حد ينقذني. وبنلاقي ان مستر ميكي ينام من كتر عصير التفاح اللي شربه، ومشيها عصير تفاح عزيم مشاهد عشان احنا ناس محترمه وعيله نور عيله مؤدبه. وبيروحوا كلهم المكتب يابا، والمدرسين بيعرفوا ان الطلبه مش جايين يسرقوا الامتحان اصلا، ولكنهم بيبقوا جايين ياخدوا الموبايلات والالعاب بتاعتهم بالسلاتوا على الناب. وبعد ايام بنشوف روكي وهو بيقول للطلبه بتوعه ان التلفزيون في ارض الشياطين طلب منه يعمل معاه مقابله بالسلاتوا على النبي. وزاشكي بتقول له التلفزيون الشيطاني عاوز يستضيفك انت يا ولي في برنامج، فبيقول لها وده لاني اول مدرس بشري في مدرسه الشياطين بالسلاتوا على النبي. والعيال بتقول له انت شخصيه تافهه وعبيط اساسا، ليه التلفزيون عايز يستضيفك يا ولي، التلفزيون دوت للشخصيات المهمه والعظيمه. وسانو بيقول له لا مؤاخذه يعني يا مستر، انت واحد جبان وهبل ومهووس بالملابس المدرسيه، اللي زيك يطلع ليه في التلفزيون اساسا. وبيقولوا له شكلك هيكون وحش قوي لو طلعت في التلفزيون، واحتمال يطردوك من البرنامج يا ولي. ومستر روكي غلبان يا عيني كلام الطلاب بيبقى زي البوكسات فوق دماغه حرفيا. بس بيجي الواد هجيتا والواد جينو وبيقولوا ما تخافش يا مستر، احنا هنقعد ندربك عشان تكون الاكثر روعه في المقابله دي. وبتيجي المذيعه يابا وبتقول لروكي انا مذيعه واسمي فلاي بالسلاتو على النبي، وانا شيطانه من نوع الفراشه يابا، وده المساعد بتاعي بالسلاتو على النبي، وهو شيطان من نوع التور يابا بالسلاتو على النبي. وروكي بيقول المساعد دوت شكله يخوف كده ليه. وبنشوف العيال يابا عماله تظبط وتهندم في نفسها عشان خاطر لما يجوا يصوروا يبقى شكلهم حلو بالسلاتو على النبي. وروكي بيفتح باب الفصل يابا وبيقول لها اتفضلي اتفضلي يا استاذه، يا مرحب يا مرحب، يا الف اهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور، ده الفصل بتاعي يا انسه اللي بدرس فيه، والمتخلفين اللي هناك دولت يبقوا الطلاب بتوعي. والولا سايكو بيبقى خايف جدا من مساعد المذيعه يابا، وبيقول له هو انت في ايه يا عم الحاج، انت شكلك عامل كده ليه يابا. وبيقول لها انا هدي حصه وانت قاعده يا ست الكل، ولكنه بيتصدم لان الكتاب اللي معاه هو كتالوج الملابس المدرسيه، وكتاب اللغه اليابانيه هو نسيف البيت بالسلاتو على النبي. وبيقول ده ايه الحظ دوت، منظري هيبقى زباله. وبيكسر الحيطه يابا عشان يروح فصل مستر ميكي، وبيقول له والنبي يا اخويا الهي تنستر، الهي ما يحطك في ضيقه ويجعل حياتك مضيئه، معكش كتاب اللغه اليابانيه منظري هيبقى ولا بوكسر كوتونيل اقسم بالله. والحمد لله يابا الحصه الاولى بتخلص بالسلاتو على النبي، وبتيجي المذيعه وبتقول له يلا يا ولي عشان نصور الحصه اللي بعديها. وبيكون يابا الحصه اللي بعدها هي درس الرعب والتخويف بالسلاتو على النبي، واللي بيدي الحصه يابا هو مستر جويا، وبيقول لهم ركز يا ولي انت وهو ولي، اهم مهاره عند الوحوش السحريه هي تخويف البشر بالسلاتو على النبي. والولا روكي بيقول له ما تخافش يا مستر، احنا هنعمل شغل فاخر من الاخر. فبيقول له ما خافش ايه وزفت ايه، انت بتعمل ايه هنا يا عم انت، اولا انت مدرس مش طالب، ثانيا انت اصلا بشري. والمذيعة بتكون متحمسة جدا يابا، وبتقول أول مرة أشوف مدرس بشري في حصة التخويف بالسلاتو على النبي. وروكي بيقول طالما الحصة هتكون في بيت مهجور في مدينة هينشو فلازم نستعد للسفر، لأن المدينة في جزيرة تانية بعيدة عننا. ومستر جويا بيقول له ما تخافش يا ولي، إحنا هنستخدم سحر الانتقال الآني، وبمجرد ما نفتح الباب دوت هنكون هناك يا ولي. فبيقول له طب ما قلتليش ليه يا عم من زمان، ده أول يوم ليا في المدرسة كنت جاي من سكة سفر والطريق خد معايا 10 ساعات كاملين.
فين؟ وجويا بيقول له انا لو كنت قلت لك كان زمانك هربت من اول يوم يا ولي، لانك كنت خايف جدا ومرعوب وشبه السحليه متطلقه. وروكي بيقول لمذيعه معلش احذفوا الحته ديت من البرنامج، وبالاخص حته السحليه متطلقه عشان البرستيج بس يا انسه الله يبارك. وجويا بيقول للاسف مش هتعرفوا تتدربوا في حصه التخويف على معلم روكي، على الرغم من انه بشري ولكن مش هنقدر نعمل كده. حد فيكم يا ولاد هيقدر يجاوب ويقول لي ليه ما ينفعش نتدرب على مستر روكي؟ ومايزو بيقول له عشان هو اهبل وما عندوش اصدقاء بسلته على النبي. وجويا بيقول له اجابتك صح يا ولي بس مش كامله. وهيجيتا بيقول له عشان مهووس بالموضه والملابس المدرسيه. وزيشكي بتقول له عشان شكل امه كئيب خالص. وسانو بيقول عشان روكي بيجلب الحظ الوحش يابا. فروكي بيقول لهم هو في يا جدعان، هو انا مفيش فيا اي صفه عدل ابدا؟ كل الصفات اللي فيا مهببه ومنيله ب60 نيله كده. وتوما بتقول عشان لو خوفناه مش هيحكي لاي حد لان محدش يعرف. وجويا بيقول لها صح، برافو عليك يا بت يا توما، الهدف من التخويف ان الناس تقول لبعضيها وينقلوا الكلام بينهم عشان يصدقوا في وجودنا بالصلاة على النبي. وما ينفعش نخوف الاطفال لان محدش هيصدقهم اصلا، ولا الكبار والعواجيز لانهم ممكن يموتوا في ايدينا، ولا الحوامل عشان خطر على النونو. دي اهم القواعد يا ولي انت وهو، واوعى حد منكم يخلفها. وبيقول للبت توما والولا سايكو يجربوا يخوفوا اي حد في المدينه. وبيلاقوا 2 شباب يابا، وواحد منهم بيقول للتاني انا هسيب خطيبتي لان فلوسها خلصت، وانا بصراحه عاوز واحده تصرف عليا، وانا كنور من موقعي هذا احب اقول لك اسفخس عليك يا رجوله، اتفوق عليك وعلى شكلك يا كلب خسيس. وساعتها البت توما بتظهر قدامه وبتقول له لو سمحت ممكن توصف لي العنوان، اصل انا تايهه ومش عارفه اروح فين يا ولي. فبيقول لها طبعا عاوزه تروحي فين بس وانا اوديكي. فبتقول له عاوزه اروح المقابر يا روح امك. وبتتحول يابا على هيئه الشبح، وهي العيال بتجري وبيكونوا هيعملوها على روحهم. والواد بيقول لصاحبه اكيد خطيبتي بنت الصرمة عملت لي سحر. وما بيلحقوش يهدوا وبيلاقوا في وشهم الغول سايكو، منظرهم بيبقى يضحك بصراحة. وسايكو بيقول عشان تبقى تضحكوا على بنات الناس تاني وتاخدوا فلوسها يا كلب يا خسيس انت وهو. ومستر جويا بيقول لهم برافو عليكم يا ولي، وبيديهم الدرجة كاملة يابا. وبيقول الدور الجاي على الواد جينو والواد هيجيتا. ولما بيبصوا يابا بيلاقوا ست كبيرة عجوزة جاية. وهيجيتا بيقول لجينو الست ديت تبقى امك ولا ايه يا ولي؟ فبيقول له وفي ايه يا عم، عشان احنا يعني شعرنا نفس التسريحة هتبقى امي. وبيقرروا يروحوا يخوفوها يابا، ولكن الست بتطلع التراب السحري وبتحطه في بق الواد هيجيتا. وبتقول انتوا فاكريني عجوز عادية يا ولي؟ لا يا حبيبي انت وهو، انا متخصصة في طرد الارواح الشريرة. وهي بتطلع اسلحة يابا وبتطلع تجري وراهم وبتقول تعالوا ايها الارواح الشريرة ده انا هفشخكوا يا ولي. والعيال بتقول والله ما في روح شريرة غيرك هنا. وطبعا بيفشلوا في الاختبار ومستر جويا بيديهم درجات بالسالب يابا. وبيجي دور مايزو والواد ليو. ايه المشكلة ان هم شكلهم كيوت اصلا ومش بيخوف خالص، وبيكون في بنتين معديين يابا. وليو بيقول انا هظهر بشكل الحقيقي وهرعبهم جامد جدا. وبالفعل يابا بيعمل كده، ولكن البنات بيعجبها شكل ليو جدا وبتقول الله يا خلاص يا خلاص وقطة كيوت دي ولا ايه. وساعتها مايزو بيقول جه دوري عشان اتألق بقى اخيرا واظهر للناس كلها مواهبي في التخويف. وبيتحول يابا لشكله الحقيقي، ولكن البنات بتقول الله لقينا قطة تانية منفوشة وكيوت. وبيقعدوا يابا يلعبوا في ليو وفي مايزو. وبيجي دور سانيو يابا، ولكنه مش بيلاقي حد يروح معاه في الفريق بصلته على الناب. فالمدرس جويا بيقترح على مدرس روكي انه يروح مع سانو. وروكي بيفرح جدا وبيقول ايوه كده اخيرا بقى هوريكم مواهبي المدفونة. ولكن ساعتها مستر جويا بيتكلم بكل حزم وجد يابا، وبيقول لسانو طبعا يا سانو انت عارف اللي انت شيطان من الدرجة الخاصة، ولو استخدمت قوتك الكاملة انت عارف ايه اللي هيحصل يا ولي. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع سانو يابا، ويا ترى ايه اللي هيحصل مع مستر روكي هو كمان يا ولي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. فانزل بسرعة اشترك في القناة وانضم لعيلة نور عشان اول ما الحلقة تنزل تتفرج عليها يا ولي وتشوف مواهب مستر روكي العبيط المدفونة. واعمل لايك للفيديو لان ده بيشجعنا نكمل بالصلاة على النبي. وكان معاكم نور من قناة ملخصات نور، وبس كده، سلام.